عمرك حسيت إنك بقيت تقيل في المكان اللي بتشتغل فيه؟ إنك موجود بس مش موجود؟ إن دورك بيختفي واحدة واحدة من غير خناقة، من غير قرار، من غير سبب واضح؟ خليني أقولك على حاجة مهمة. ده اسمه تطفيش وظيفي، مش فصل، مش إنهاء خدمة، لأ، ده طرد مؤدب من غير ورق. يعني إيه تطفيش؟ التطفيش ببساطة إنهم يخلوك تمشي بإرادتك بدل ما ياخدوا قرار صريح ويتحملوا مسؤوليته. مفيش HR هيقولك إحنا بنطفشك، ولا مدير هيقولك إحنا مش عايزينك. هم بس يخلوا المكان يضيق عليك لحد ما تقول بنفسك خلاص كفاية. إزاي التطفيش بيبدأ؟ بيبدأ بهدوء غريب. مرة تلاقي اجتماع اتعمل من غير ما تتعزم، مرة تلاقي مشروع كنت ماسكه اتاخد منك، مرة تلاقي معلومات مهمة ما بقتش توصلك، مرة مديرك يقولك خلينا نشوف بعدين. ومفيش مواجهة، مفيش توضيح، بس في إحساس داخلي بيقولك في حاجة غلط. أول علامة خطر، أول علامة إنك بقيت بره الصورة. كنت جزء من القرار، بقيت بتعرف بعد ما القرار يتاخد. كنت صاحب رأي، بقيت منفذ بس. كنت عنصر أساسي، بقيت زيادة عدد. أخطر حاجة في التطفيش إنه مش بيهاجمك مباشرة، هو بيزرع شك جواك. تبدأ تقول يمكن أنا قصرت، يمكن مستواي نزل، يمكن أنا متخيل. وهنا اللعبة تبدأ تنجح لما تبدأ تشك في نفسك. أدوات التطفيش اللي بتحصل في شركات كتير: تقييمات غامضة من غير معايير واضحة، ضغط شغل زيادة من غير تقدير، تجاهل لإنجازاتك، لومك على أخطاء مش بتاعتك، خلق جو تنافسي سام، تهميش تدريجي. كل ده بيحصل بهدوء، بس تأثيره عليك مدمر. التطفيش بيأثر عليك إزاي؟ ضغط نفسي، نوم مش منتظم، فقدان شغف، قلة ثقة في نفسك، إحساس إنك مش كفاية. والمصيبة إنك ممكن تفتكر إن المشكلة فيك، مع إن المشكلة في البيئة نفسها. ليه الشركات بتعمل كده؟ عشان ما تدفعش تعويض، عشان ما تتحملش مسؤولية قرار، عشان الصورة تبان إنك مشيت بنفسك. بس الحقيقة الشركة بتخسر أكتر ما بتكسب. بتخسر كفاءات، بتخسر سمعة، بتخلق بيئة خوف، والناس الشاطرة بتمشي. لو حسيت إن التطفيش بدأ، تعمل إيه؟ أول حاجة، ما تستسلمش نفسياً. اطلب وضوح مباشر. إيه المطلوب مني تحديداً؟ إيه معايير التقييم؟ خلي كل حاجة مكتوبة. وثق شغلك بالأرقام. ابعت إيميلات متابعة، مش عشان تدخل حرب، لكن عشان تحمي نفسك. ما تعملش إيه؟ ما تدخلش في دور الضحية. ما تبدأش تشتكي لكل الناس. ما تبينش إنك متكسر. الهدوء قوة، والثقة أقوى رد. أهم خطوة، ابدأ حضر باب تاني. حدث CV، اشتغل على مهارة جديدة، وسع علاقاتك، شوف فرص بره. مش معنى كده إنك تستقيل فوراً، لكن خليك دايماً عندك اختيار. أصعب إحساس إنك تبقى محبوس. القاعدة الذهبية: المكان الصح يطورك، يحترمك، يقدر مجهودك. المكان الغلط يستهلكك، يشكك فيك، يطفي نورك. وانت مش مطالب تفضل في مكان بيكسرك. رسالة مهمة ليك: لو بتحصل معاك الحاجات دي، ده مش دليل انك فاشل. احيانا انت في بيئة مش مناسبة لقيمك. الشخص القوي مش اللي يستحمل القهر، القوي هو اللي يعرف يمشي في الوقت الصح. نهاية قوية: افتكر دايما، الشغل وسيلة مش سجن. قيمتك مش مرتب ولا منصب ولا مكتب. قيمتك في مهارتك، في أخلاقك، في خبرتك. وأي مكان يطفيك ما يستهلكش. خليني أقول لك حاجة مهمة جدا. التطفيش مش مجرد تصرف إداري، ده تكتيك نفسي. هو قائم على إنهاكك مش طردك، إضعافك مش مواجهتك، خلخلة ثقتك مش قرار رسمي ضدك. المدير اللي بيستخدم الأسلوب ده غالباً عنده مشكلة في المواجهة، أو بيخاف من تبعات القرار، أو بيحاول يثبت قوة بطريقة غير مباشرة.
لكن النتيجة واحدة، موظف بيتكسر من جوه. واحد كان شغال في شركة كبيرة، متميز، شاطر، دايما بيحقق أرقام كويسة. فجأة مدير جديد مسك القسم. في أول شهرين كل حاجة تمام، بعدها بدأ التغيير. مشروعاته اتسحبت واحدة واحدة، اجتماعات بقت تتعمل من غيره، ملاحظات سلبية عامة من غير تفاصيل. انت محتاج تطور من نفسك. يطور ايه؟ محدش بيقول. فضل يشك في نفسه 6 شهور لحد ما قدم استقالته. بعد ما مشي بشهرين الشركة عرضت نفس وظيفته براتب أعلى. ليه؟ عشان الهدف كان إنه يمشي مش إنه يتطور. ليه التطفيش بيوجع أكتر من الفصل؟ لأن الفصل واضح، قرار مباشر، سبب مكتوب، مواجهة. لكن التطفيش بيخليك تتآكل ببطء، كل يوم حتة من ثقتك بتقع. ده أشبه بعلاقة سامة، الطرف التاني ما يقولكش أنا مش عايزك، هو بس يخليك تحس إنك تقيل. حرب الأعصاب. التطفيش قائم على 3 مراحل: العزل، تخرج من الدايرة، ما تبقاش جزء من الصورة. التشكيك، تقييمات عامة، ملاحظات بدون أرقام، جمل زي كنا متوقعين أكتر، في ناس أحسن. الاستنزاف، ضغط، تكليفات زيادة، عدم تقدير، لحد ما أنت تقول خلاص. أصعب معركة في التطفيش مش مع المدير ولا مع الشركة، أصعب معركة مع نفسك، لأنك بتصحى كل يوم بتسأل هو أنا فعلا المشكلة؟ الشك ده مرهق جدا، بيخليك تعيد تقييم نفسك طول الوقت. كل كلمة بتتقالك بتكبر جوه دماغك، كل ملاحظة بسيطة تتحول في دماغك لفشل كبير. وهنا تبدأ مرحلة خطيرة، مرحلة جلد الذات. لما تبدأ تصدق الصورة اللي هم عايزينها. التطفيش الذكي بيحاول يعيد تشكيل صورتك عن نفسك. كنت شايف نفسك شاطر، متميز، مؤثر، تبدأ تشوف نفسك مقصر، تقيل، مش كفاية. وده أخطر تأثير، لأن لو هم كسبوا الحرب دي أنت هتستقيل وأنت مقتنع أنك تستاهل. ليه ناس بتستحمل التطفيش؟ سؤال مهم جدا. في أسباب كتير: خوف من المجهول، التزامات مالية، قلة فرص، ارتباط عاطفي بالمكان، إحساس إنك لو مشيت كأنك فشلت. بس الحقيقة الاستمرار في بيئة سامة مش صبر، ده استنزاف. التطفيش والعلاقات الشخصية. خليني أقول لك حاجة يمكن محدش قالها لك قبل كده. التطفيش بيأثر على حياتك بره الشغل. بتروح البيت متضايق، صبرك قليل، طاقة كلامك قليلة، ممكن تبدأ تبعد عن الناس. ليه؟ لأنك بتستهلك كل طاقتك في محاولة تثبت نفسك في مكان مش عايزك. إمتى تقول كفاية؟ في لحظة لازم تبقى صريح فيها مع نفسك. لو بدأت صحتك تتأثر، نومك يضيع، ثقتك تنهار، تحس بقهر يومي، يبقى لازم تقف. مش لازم تمشي فوراً، لكن لازم تبدأ تحط خطة خروج. خطة الخروج الذكية بالتفصيل. تقييم هادئ. اقعد مع نفسك بورقة وقلم، اكتب ايه اللي بيحصل، ايه اللي اتغير، ايه الدليل. لما تكتب هتشوف الصورة أوضح. مواجهة احترافية، مش خناقة، لكن سؤال مباشر. أنا محتاج أعرف بوضوح إيه المطلوب مني عشان أبقى في أفضل أداء. لو الرد كان عام وغامض، ده مؤشر. بناء شبكة أمان. قبل ما تمشي، طور مهارة مطلوبة، حدث CV، كلم علاقات قديمة، قدم بهدوء، خليك بتتحرك من غير ما حد يحس. الخروج باحترام، أهم خطوة. ما تحرقش المكان، ما تطلعش أسرار، ما تشتمش. اخرج بصورة احترافية، لأن سمعتك أهم من أي لحظة غضب. الحقيقة اللي محدش بيقولها: أحياناً التطفيش بيبقى نعمة متنكرة. ليه؟ لأنه بيجبرك تتحرك، بيطلعك من منطقة راحة، بيفوقك. في ناس كتير ما غيرتش حياتها إلا لما اتدفعت دفع. قصة تحول. في ناس اتطفشت وزعلت وانكسرت، لكن بعد سنة بدأت مشروع، اشتغلت في مكان أحسن، أخدت مرتب أعلى، واكتشفت إن المشكلة ما كانتش فيها. أحياناً الباب اللي بيتقفل بيفتح لك شارع كامل. رسالة أخيرة ليك: ما تسمحش المكان يحدد قيمتك، ما تسمحش المدير يهز صورتك عن نفسك. أنت مش تقييم سنوي، مش منصب، مش كرسي. أنت خبرة، مهارة، تاريخ، وإمكانيات لسه قدامها كتير. لو حسيت إنهم بيطفوك، اسأل نفسك السؤال ده: أنا لو مشيت هخسر إيه؟ ولو فضلت هخسر إيه؟ أحياناً البقاء هو الخسارة الحقيقية، وأحياناً الرحيل هو بداية الاحترام لنفسك.
وسؤال أخير جدا للنقاش العميق، لو رجع بيك الزمن لأول علامة حسيت فيها إنك بتطفش، كنت هتتصرف إزاي بشكل مختلف؟ التطفيش مش نهاية حياتك، ده مجرد فصل. المهم تعرف قيمتك وتحمي طاقتك وتختار مكان يقدرك مش يستهلكك. أحياناً الشجاعة مش في إنك تصمد، الشجاعة في إنك تمشي وتدور على فرص تحترم مجهودك. افتكر دايماً، احترامك لنفسك بيبدأ بالقرار اللي تاخده دلوقتي، مش بكلام أي حد أو خوفهم منك. النجاح الحقيقي مش في المكان اللي انت فيه، بس في الشخص اللي هتبقى عليه بعد كل تجربة.